صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الساعه دلوقتي 6 الصبح، وان شاء الله ده هيكون اول فلوج من حوالي 3 او 4 ايام ورا بعض ديلي فلوجز. عشان دلوقتي ان شاء الله رايحين، قلنا نصحى بدري عشان ننزل نسافر الساحل من بدري قبل ما الدنيا تتزحم. يلا بينا. الناس دي كلها يعني زحمة طبعا. وقفنا في الريست عشان ندخل الحمام ولو حد عايز يجيب حاجة، وبعدين بقى دلوقتي هروح هكمل بقى ان شاء الله انا اللي سايقة، ودي هتكون اول مرة ليا اسوق على طريق الساحل، بس قلت بقى لازم الواحد يجرب. وبعدين كده كده انا اساسا بحب اسوق اصلا على الهاي ويز، يعني ما عنديش مشكلة فيها، فان شاء الله نوصل بالسلامة. جبت بس شوكولاتة اكلها قبل ما نستأنف رحلتنا. عامة السواقة على الطريق ده مش صعب، يعني الدنيا بصراحة طريق حلو. الحمد لله على السلامة. انت شايفتي موبايلاتي لولا؟ لا معرفش. وصلنا، الحمد لله على السلامة. مش عايزة ادخل البلكونة عشان مش نظيفة طبعا، يعني عايزة اقول لكم كل حاجة مليانة تراب بشكل غير طبيعي، فهنبدأ بقى رحلة التنظيف. اللحظة اللي كنت مستنياها بقالي كتير جدا عندي. هقول لكم حاجة، عشان الجامعة الواحد بجد بيبذل مجهود جامد قوي فيها، فبعد كده لما بيبقى عايز في الاجازة فعلا يفصل. يعني انا كنت محتاجة ان انا افصل عشان كذا سبب، عشان اريح من اللي فات في الجامعة واستعد للي جاي. خلاص ناقص تقريبا 50 يوم او حاجة على الجامعة ان شاء الله، فانا محتاجة ده. وبعدين انا عايزه اقول لكم حاجه، دلوقتي الساعه 1 الظهر، يعني الحمد لله انجزنا كتير قوي. يعني احنا نزلنا من بيت 5:30 تقريبا او 6 كده، وانجزنا ونظفنا الشاليه ووصلنا من القاهره للساحل. الحمد لله فعلا، يعني صدق الرسول لما قال البركه في البكور، فعلا بجد حقيقي. يعني انا دايما انصح، من اهم النصايح اللي انصحها، اصحوا بدري، هتفرق معاكم وهتنجزوا وهيبقى اليوم فيه بركة بشكل غير طبيعي. يعني دلوقتي المفروض ان اليوم كتير عند ناس كتيرة قوي لسه بيبدأ. الحمد لله قدرنا ان احنا ننجز في اليوم من الاول خالص، عشان بدأناه من بدري بعد الفجر، قدرنا ان احنا ننجز فيه كتير قوي. انا نازله دلوقتي اهو رايحه عشان نازلين اسكندريه يا جماعه، تاني سفريه كده لينا النهارده. هو الفرق ما بين هنا واسكندريه حوالي 50 كيلو 60 كيلو حاجه كده، بس انا هقول لكم انا مسافره ليه. انا مسافره، فاكرين مؤمن تامر اللي كان معايا في ايفنت المنوفيه؟ منشد كان بيغني في ايفنت المنوفيه. أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق. مؤمن عامل حفله النهارده، اول حفله ليه يعملها بقى، اللي هو تبقى بتاعته كلها. فانا مش قايله له ان انا رايحه، بالعكس يعني انا قعدت اقول له مش عارفه، يعني مش هعرف طبعا اجي انا في القاهره وكده، فانا مش قايله له ان انا رايحه. وبعدين صدفه ان انا النهارده سافرت، فقلت بقى ان شاء الله هعملها له مفاجاه واروح له الحفله بتاعته، ويا رب تكون حلوه ويا رب اعرف اوصل على طول. هو ده تاكسي الاسكندريه الاصفر في اسود، هو البان بتاعه. وصلنا اسكندريه، دي اسكندريه بقى اللي انا اعرفها. ده كوبري ستانلي اهو هناك، انا بس اعرفه عشان من
من النت والناس لما بتروح الحاجات دي. هو ده اللي اعرفه في اسكندريه. في اوتيل اسمه سان جوفاني هو اللي عامل الكوبري ده. اوتيل سان جوفاني هو اللي عامل كوبري الكوبري ده. احنا قاعدين بنتمشى في اسكندريه لحد ما الحفله تبدا، ناقص عليها نص ساعه ان شاء الله، وبندور على حاجه ناكلها. في ناس بتجري على البحر. مش عارفه ابين لكم نفسي عشان مش حاطه المايك، وصوتي مش هيبقى باين اي حاجه من الهوا. دخلنا جد، هناكل فيه اي حاجه بسرعه قبل ما البتاعه تبدا. وصلنا مكتبة الملاذ ولا المولاد، مش عارفه. شكل الناس دخلت. السلام عليكم. سفر. ايوه لا انا جايه لك مخصوص من مش هقول من مصر يعني، لا احنا كنا في الساحل بس جيت لك مخصوص. لا بلوجر كبير جدا. يا رب يخليك. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب يا حبيبي. مولانا في ظله بنت وهب أنجبت ولدا، فأنجبت خير خلق الله إنسانا. صلوا عليه وسلموا تسليما كيما تنالوا جنة ونعيما. فالله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول. كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول. واعلم بأن الله حاضر في كل مكان. أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان. واعلم بأن الله حاضر في كل مكان. الله 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 الله، وأنا ما في قلبي غير الله. ألف صلاة على الزين، على سين نور العين، يكرمنا في الدارين، يشفعت عند الله. سنتي جاي؟ لا بصراحة، إن هي حورت عليا قالت لي عملت إيه في الحفلة امبارح؟ فقلت لها خلاص بقى ما تعرفش حاجة، الحفلة بكرة إن شاء الله. بدأت الناس تقول لي يا بنتي انت عمرك ما هتعملي حاجه باللي عليكي ده، شكلك بقى بلدي قوي. جيت بعد كده في المدرسه بقى كان سينيور يير وعندي بقى حفله البرومو بتاعه وعايزه البس فستان حلو، والناس بدات تقول لي ايه يا بنتي اللي بيلبسوا سواريه بالحجاب ده بيبقى شكلهم بلدي قوي وكلام كده. وانا مش هضحك عليكم، انا بحب اللبس، بحب اللبس وبحب ان يبقى شكلي حلو. ودايما بقول انا مش بقول ان انا حجابي 100% صح،
فقلت اكيد، وطبعا لقيت ان في بنات كتيره قوي بيحصل لها نفس المشكله. ان انا قمت قلت طب هو انا يعني انا قاعده باخد الكلام ده وفي بنات كتيره بتاخد الكلام ده، طب ليه انا ما اعملش حاجه عكس، يعني اوري الناس عكس ده. ودايما اقول انا ما بحبش ان انا اطلع ايه اتكلم واقول لا والحجاب ولازم ونعمل وده فرض. فقلت ان انا يعني بدل ما اطلع اتكلم اشو الموضوع، وده اللي خلاني ان انا ابدا القناه بتاعتي على اليوتيوب. ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا احبب البنات في الحجاب، مش ان انا اطلع اقول ايه لازم والحجاب واعملي وما تعمليش، لا انا بس بعمل ان انا بوريهم. الحمد لله بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل لحاجه، وكل ده وانا الحمد لله محجبه. بحاول بس هو اللي انا عايزه اعمله ان انت محجبه وده اصلا فرض عليكي، فحاولي ان انت تحبيه، حببي نفسك فيه. هي دي اسكندريه الحقيقيه بقى بالنسبه لي يعني. بس الكورنيش زحمه. احلى وقت في الكورنيش دلوقتي. يلا مروحين ان شاء الله اهو. بصوا الايفنت كان حلو جدا، انا اتبسطت قوي قوي قوي، وبجد مؤمن I'm so proud of you ان في حد. انا بتبسط لما بلاقي ناس بيبداوا ان هم يشتغلوا على نفسهم من وهم صغيرين، دي حاجه بتفرحني قوي. وانا بحب انشر الايجابيات وبحب ابين الحاجات الحلوه اللي موجوده، فعشان كده انا بجد مؤمن من الناس اللي انا بابريشيت قوي اللي هو بيعملوا ما شاء الله عليه. ربنا يبارك له يا رب يعني، ويبقى احسن منشد في العالم كله ان شاء الله. ونفسي ان احنا كلنا ننشر الايجابيات، بلاش ننشر السلبيات يعني، وبلاش ننشر التوافه. سواء بقى بتنشر التفاهة عشان تعترض عليها، سواء بتنشر التفاهة عشان تتريق، سواء اي حاجة، بلاش تدوها اهمية، وخلوا ان الحاجة الحلوة هي اللي تظهر اكتر من الحاجة الوحشة. يعني انا نفسي فعلا والله حالنا يتغير ويبقى احلى. حتى انا اللي هو كنت بتكلم مع ماما فبتقولي الحاجات دي الاء دي، بتقولي يعني اللي هو مدفونة بجد يعني مش ظاهرة. فانا بجد نفسي ان احنا يعني حاولوا تنشروا الحاجات الحلوة دي عشان تنتشر اكتر وبس. وان شاء الله بقى اشوفكم بكرة ان شاء الله على طول في تاني يوم في الساحل. يلا ايه ده مش عارفه اقول لكم باي باي. باي باي